حديث العلماء محمد عبده ورفاعة الطهطاوي، كل العلماء لما وصلوا الغرب معايا قالوا ايه اطفال، قالوا ايه يا احفادنا؟ وجدنا اسلام ولم نجد مسلمين. الكلام ده لاولياء الامور، علشان خاطر هناك ما بيلعبوش في اباحيات، واحنا حدانا الاسلام والحمد لله، وربنا يميتنا عليه ويحسن ختامنا جميعا. ولكن هناك ما حدش لعب في ايه؟ في الختمه دي اللي هي الفطره. بيسيب ابنه، مش بيقول له اضرب ده واشتم ده وما تديش ده. صلي على النبي، صلوا على النبي يا اطفال. لو انت تعلمت القرآن وما عملتش بيه تبقى تعلمته؟ يبقى ما تعلمتوش. لو انت ما جريتش، لو جريت القرآن وما عملتش بيه وما اعتبرتش يبقى انت يبقى ما جريتهوش. انما في ناس على الفطرة وماشية ولا بيقرأ قرآن، يا دوب بيصلوا بيأدي الأوامر الدستورية اللي هو هنسميه بقى بالفرنج الكتالوج. كل عربية وكل مكنة لها كتالوج. الكتالوج ده ليه؟ بيبقى في العربية أول ما بتيجي جديد كده عشان الصيانة، المهندس يعرف يخش للحتة دي من الحتة الفلانية، وللحتة دي يخش لها من الحتة الفلانية بموجب الكتالوج. الكتالوج بتاعنا اللي هو الدستور السماوي اللي هو ايه؟ القرآن. في علاج، علاجنا كله فيه المتعة، فيه الراحة في الدنيا وفي الآخرة، وبيوري لك عندك الشقاء والعياذ بالله. لو هتبقى كده هتنعدل تيجي كده. ده الدستور اللي هو الكتالوج بتاعنا احنا بالفرنجي. صلي على الحبيب النبي. يبقى احنا لازم نعتبر بالقرآن، نعمل بيه. انما انا ما بعملش بيه يبقى ما عرفتوش، هدرته، رميته ورا ظهري. هو الكفايه بس ان انا اقرا قرآن؟ لا، اقرا قرآن واعتبر، اقرا قرآن واتذكر، انفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى حتى نلقى الله سبحانه وتعالى الى الجنة. واعملوا حسابكم اللي احنا بنجري فيه ده مش مكاننا، ده مش مكاننا. مكاننا ان شاء الله في اعلى عليين في الجنة ان شاء الله. الجري في الدنيا دي في الفاضي، اما مكاننا مستنيين. اللي بتوفى اجله من الاكل والشرب والرزق والخطى واللبس والنفس اللي هو اسمه ايه؟ توفى. ما معنى توفى؟ يعني خد كل اللي ليه من على الدنيا ومعاده بالظبط ونزل. احنا بقى عايزين نقابل ربنا سبحانه وتعالى واحنا ايه؟ مأديين اللي علينا وطيعينه سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الدكتور وكل القائمين على هذا العمل، وندعو من الله سبحانه وتعالى ان يباعد بينه وبيننا وبين الشياطين كما ما باعد بين المشرق والمغرب. شكرا لكم جميعا ونشكركم ونشكر اخواتنا، وانا بعتذر ان كنا اخطأنا مشايخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي النائب محمد كلوب على هذه الكلمة. ننتقل إلى فقرات الإنشاد الديني مع براعم هذه الدار. البداية أفنان أحمد خاطر. أفنان أحمد خاطر. يا ختمة القرآن، يا ختمة القرآن، يا ختمة القرآن، جئت عظيمة بجهود قوم
ثبتوا الأركان يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان بدءا من الكتاب أول ختمة بجهود قوم ثبتوا الأركان يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان حملوا على أكتافهم أحلامهم حملوا على أكتافهم أحلامهم بجهود قوم ثبتوا الأركان يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان آن الأوان لتكمل البنيان حملوا على أكتافهم أحلامهم بجهود قوم ثبتوا الأركان يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان بدءا من الكتاب أول ختمة بجهود قوم ثبتوا الأركان الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العرش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العرش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة
النبي يا إله الكل كن لي لأجل النبي لأجل النبي انت عالم بيا كل لأجل النبي لأجل النبي يظلموني انت شاهد يتهموني برضو عالم يظلموني انت شاهد يتهموني برضو عالم من عبادك ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تنصر عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصر بلدنا والنبي عند النبي يا إله الكل عني من عبادك ما حد عني يا نصيري يا إلهي يا مجيبي انت جاهي يا نصيري يا إلهي يا مجيبي انت جاهي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب النبي تنصر عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي. شكرا أفنان أحمد خاطر، وهي نجلة الدكتور أحمد أبو خاطر، تسلم التربية والتعليم. نرحب بالحاج محمد فردي الهنداوي الذي شرف معنا في الحضور في هذا اللقاء. والآن قصيدة أسماء الله الحسنى برفقة الشقيقتين إيمان ونورة عماد الدمرداش. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. شكرا. قصيدة أكرم بقوم أكرموا القرآن برفقة نورة عماد الدمرداش. أكرم بقوم أكرم بقوم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. شكرا. الكلمة الأخيرة قبل التكريم إن شاء الله. دكتور إيهاب ومعالي اللواء إبراهيم فهمي، أرى حروف اللغة العربية عاجزة مهما تفجرت فيها عيون البلاغة،
وتيتمت بها جواهر الكلم، وتلاطمت بها أمواج الفصاحة. أراها عاجزة بكل ما أوتيت من قوة على أن تأتي ببيان يوضح فيه مدى محبة هؤلاء الأشبال والأطفال لشخصكم الكريم، إذ أوليتموهم شرف المشاركة والرعاية بمدرسة القرآن الكريم التابعة لهذا الصرح الكبير. كلمة العرفان بالجميل والشكر والتقدير نيابة عن هذه الدار الطيبة المباركة تتشرف بتقديمها وإلقائها الطالبة مريم إبراهيم علي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الفاضل دكتور إيهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم إليكم بجزيل الشكر وعميق التقدير على جهودكم المباركة في خدمة القرآن الكريم وتعليم أبناء المجتمع. إنما تبذلونه من وقت وجهد وموارد لغرس قيم كتاب الله في قلوب الأطفال والشباب له عمل عظيم تشكر عليه. لقد أصبحت مؤسستكم منارة للعلم والإيمان، وها هو حصاد جهودكم يفوح عطرة في كل ركن من أركان مجتمعنا. إن رؤيتكم الثاقبة وعزمكم الصادق جعل من دار تحفيظ القرآن مركزا للتفوق والإبداع. وفي هذه المناسبة نود أن نشكركم وأن نشارككم بعض الأبيات التي تعبر عن مدى تقديرنا لجهودكم المبذولة. يا من سلكت درب النور والهدى وقمت بنشر العلم في كل فؤاد، عطاؤك سر في القلوب مدخر كالشمس ترسم الأحلام في كل البعاد. شكرا لك دكتور إيهاب، فأنت نور الضرب في زمن العناد. أيدينا بيدك نرفع آياتنا لنصنع غدا به نعتز ونفخر ببلاد. نتمنى لكم دوام التوفيق والسداد، وأن تظلوا قدوة لنا جميعا في السخاء والعطاء، مع خالص احترامنا من أسر الدار تحفيظ القرآن الكريم لشخصكم الكريم دكتور إيهاب. شكرا جزيلا على هذه الكلمة النابعة من القلب وقد وصلت إلى القلب. شكرا مريم. والآن يتقدم السادة الأفاضل المحفظين والمحفظات والمشرف العام على الدار بتقديم هدية تذكارية، وما وجدوا أعلى ولا أغلى من كتاب المولى جل في علاه، مقدمة إلى أصحاب السماحة والامتياز دكتور إيهاب فهمي عبد الصمد وشقيقه اللواء إبراهيم فهمي عبد الصمد برفقة الشيخ محمود علي مشرف عام الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الدكتور، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا واللواء إبراهيم على ما تقدمونه من أجل خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. جميع أسرة دار التحفيظ بتشكر حضرتك وبتقدم لك هدية
بسيطة خالص، بس احنا دورنا كتير وبحثنا كتير لم نجد أفضل من كتاب الله تبارك وتعالى أن نقدمه لحضراتكم. وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو ذر: عليك بتلاوة كتاب الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. فأرجو أن تتقبلوا منا هذه الهدية المتواضعة. سلم الله. المصحف انت وهو وبص له كده اهو يا شيخ، بص له كده اهو. ودي الست اللي هو يا عم احمد هنا. يا عم احمد سلم على اللي هو ابراهيم. ايوه اديله كمان اديله ايوه جاب ربنا. أردفنا كتاب الله تبارك وتعالى بدرع لحضراتكم. الرجالة بس يا عم احمد ادي رسالة. ماشي اتفضل تعالى. ودرع كمان اهداء ان شاء الله. اتفضل. يلا يا عم السيد، يلا يا عم السيد. اتفضل يا عم. هي بسيطة لحضرتك، هدية بسيطة لحضرتك. ربنا يبارك فيك. شوف كلمة معاهم تقول كده. اتفضلوا مع الدكتور. يلا يا عم السيد. يلا يا عم السيد. اهو بص. اهو افتح يا شباب. بتاع الزل. عادي حمادي. صورة يا اخي معاك. يا عدل الأمراء وعلم العلماء وسخاء الأغنياء ودعاء الفقراء. فلولا عدل الأمراء لأكل الناس بعضهم بعضا، ولولا علم العلماء لهلك الجاهلون، ولولا سخاء الأغنياء لهلك الفقراء، ولولا دعاء الفقراء لهلك الأغنياء. ولا يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وإذا رأيتم العالم يخرج بعلمه عن دائرة الأدب فلا تأخذوا منه شيئا. واعلم يا ابن آدم أن الأرض لا تنسى جباه الساجدين، وأن الليل لا ينسى أنين العابدين، وأن الخد لا ينسى دموع التائبين، وأن الله يعلم أننا رغم المعاصي مؤمنين. فاحفظ لسانك من الزلل، وإياك وطول الأمل، فالموت يأتي على عجل، والكل يولد وسوف يموت، وسبحان الحي الذي لا يموت. ولا تغتر بعابد ولا تحتقر مذنبا، فكلنا يسير بستر المولى عز وجل، ولو كشف الله عنا ستره لافتضح أمرنا. ولو أن للذنوب رائحة ما وقفنا صفا واحدا في الصلاة،
ولا تحسد أخاك على نعمة أتاه الله إياها، فإنك لا تدري ماذا أخذ الله منه حتى يعوضه بهذه النعمة. وإياك أن تعتقد أن الرزق كله في المال، فرب سعة في المال يقابلها فساد في الولد، ورب سعة في المال وصلاح في الولد يقابلها ضعف في الصحة، ورب سعة في كل شيء وأنت غير راض عن حالك فأنت فقير في نفسك. وأحسن الظن بالله، فإن الله لم يخلقنا ليتعسنا، إنما خلقنا ليسعدنا، فهدانا النجدين فمنا شاكرا ومنا كفورا. فلو كانت تعلم مريم أن ما بداخلها نبي من أولي العزم ما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولو كان يعلم يعقوب أن الخلاص على يد يوسف ما ابيضت عيناه من الحزن على فقدان ابنه. وإذا ظلمك أهل الدنيا وتكالبت عليك أمورها وضاقت عليك الأرض بما رحبت، فارفع شكايتك من الأرض إلى رب الأرض وزين قولك بقولك حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أعطنا عطاء نستغني به عن عطاء من سواك. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن رحمتك لا تحرمنا، وإلى غيرك لا تحوجنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى أبواب رزقك فلا تطردنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، واقض عنا ديوننا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واستر على نسائنا، ووفق الطلب أبناءنا، واهد شبابنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم إنا نسألك بكل ما سألك به نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الفقرة دي بنحتفل مع أبنائنا وأحفادنا الأبناء طلاب دار الحفاظي. أنا وعدتكم إن احنا بعد ما نعمل المسابقة، احنا عملنا مسابقة من حوالي 3 أسابيع تقريبا، وكان في اختبارات. كان معانا في الاختبارات حوالي تقريبا 120 أو 130 طالب وطالبة اللي حضروا الاختبارات كلهم. أنا وعدتهم إن كلهم هيكون ليهم جوائز. دلوقتي في عندنا الشباب اللي موجودين احنا يبقوا عارفين ايه اللي اتعمل. احنا عندنا في الدار 7 مجموعات، 4 مجموعات للأولاد و3 مجموعات للبنات. مفروض كنا نختار من كل مجموعة 3، الأول والثاني والثالث، هو ده اللي هنديله جايزة. أكمل كلام ولا مش فاهمين؟ اللي اتفقنا عليه مع إدارة الدار والمعلمين والمشايخ والمعلمات إن احنا هنختار من كل مجموعة الأول والثاني والثالث هنديله جايزة، وباقي المجموعة هنديلهم هدية علشان محدش يحرم من الهدايا. فأنا على وعدي نفس الوعد
كل ال 120 اللي حضروا، تاني بقول اللي حضروا الاختبارات كلهم هياخدوا هدية من الدار، هدية نقدية، كل واحد هيستلم ظرف. احنا بعد الاختبارات وبعد المسابقة ما تمت فوجئنا ان في حوالي 160 ولد وبنت جم التحقوا بالدار. فعشان برضو هم بقالهم حوالي معانا اسبوعين دلوقتي، عشان برضو ما نحرمهمش، فقررنا برضو ان احنا نديهم حاجة رمزية كده علشان تشجعهم، تكونوا عارفين ان هنا السعي للقرآن ولكتاب الله هيجي ورا منه خير في الدنيا والآخرة. الجوائز احنا في بس مشكلتين قابلتنا. مشكلة أولانية ان عدد البنات في المجموعات كان كبير، فكل ما نختار واحدة واثنين وثلاثة فلقينا العدد هيكون فيه ظلم اليوم، لان المفروض الأولى ديت والثانية والثالثة الامتياز وجيد جدا وجيد، الامتياز وجيد جدا وجيد، كان المفروض ناخد واحدة وواحدة وواحدة، واحد من كل فئة، فالعدد كبير فعملنا استثناء واخدنا 2 من كل مجموعة. فمجموعات البنات اخدنا 6 من كل مجموعة هياخدوا جوائز، بدل ما ناخد واحدة يعني 3 بس في المجموعة اخدنا 6 من المجموعة برضو، وهم كلهم يستاهلوا. انا عايز بس اقول كلمة، مستوى البنات ما شاء الله دي كلمة حق يعني تقال، يعني مستوى البنات في فرق كبير جدا. يعني احنا حددنا يا جماعة تفهموا بس عشان ده يفيدكم بعد كده. طيب احنا الاختبارات اتقيمت ازاي؟ خلاص يا نبيل طب اللي انا بقوله ده دلوقتي علشان ينفعكم في الدورة الثانية في تحفيظ القرآن. ايه هي؟ لما البنات والولاد راحوا اختبروا مع شيخ ومعلمة تانيين غير بتوعهم، عشان ما حدش يحابي للطالب او البنت اللي هي بتديلها، ما حدش يحابلهم، فاللي اختبروهم ناس تانيين. عايز انبهكم على حاجة، ان شاء الله الدورة الجاية هيجي مشايخ ومعلمات من بره الدار اساسا خالص، هم اللي هيقيموا لكم الدرجات. خلاص؟ ففي درجة كانت علشان الحفظ، والدرجة الثانية كانت على الأحكام، والدرجة الثالثة كانت على حسن التلاوة. يعني بمثلا احنا الدرجة كلها من 10، طيب واحدة حافظة كويس عشان برضو يبقى كل واحد ما يقولش ايه ده انا اتظلمت، لا، واحدة حافظة كويس اخدت 10 من 10، لكن في أحكام التلاوة أخدت 6. طب في الصوت حسن التلاوة أخدت 7. بنجمع الثلاثة يبقى هي أخدت كده 75%. لكن في بنات مثلا جابت 10 من كل حاجة، أو 9 و9 و9. فإحنا الإجمالي ده كله اللي جابت فوق 95% ده امتياز، اللي جابت فوق 90% ده جيد جدا، اللي جابت فوق 80% ده جيد. خلاص دي عرفنا. فيبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نركز على ال3 حاجات دول، الحفظ، التلاوة، والاحكام، علشان نجيب اعلى الدرجات في النسبة كلها. المطلوب ان احنا في هذه الدار بنتعلم القرآن واحكامه وحسن التلاوة، وكل ناس من المشايخ الافاضل كل واحد والمعلمات حتى بيعلموكم الأحكام في قواعد نور بيان، وبيعلموكم المخارج، وبيعلموكم الكلام ده كله، وفي بيعلموكم الحفظ، وفي بيعلموكم حسن التلاوة. فاحنا عايزينكم إن شاء الله تكونوا أفضل. اللي هيطلعوا من الأوائل الباقي ما يزعلش، احنا بندي لك دافع، احنا برضو مش هنحرمك، هتاخد برضو جايزة وتمشي مبسوط. لكن اللي تعب على نفسه وذاكر وحفظ القرآن وتعب ده لازم احنا نميزه. فانا بقول عشان الباقي ما يزعلش، عشان كده انا بدي جايزه لكل اللي جم لدار التحفيظ وحضروا الامتحانات. عايز انوه بس لان حاجتين، اخر حاجتين، ان القرآن عمره ما هيعطل حد عن مذاكرته ودروسه. ان شاء الله تعالى دار التحفيظ هتوفر دروس مجانيه، تاني بنقول اهو
يعني مثلا في حد منكم مثلا في ثالثه اعدادي، في اولى ثانوي، في ثانيه ثانوي، في سته ابتدائي. المتفوقين بقى مش هنجيب له بقى تيشيرت ولا كوتشي ولا نجيب له، لا، نقول له تعالى انت. هنقول مين المتفوقين؟ اللي هم هيكونوا جايبين امتياز فوق ال 95% و 90%. هنقول لهم تعالوا الدروس بتاعتكم رياضة، عربي، انجليزي، هنوفر لكم هذه الدروس مجانا هدية من الدار. تمام؟ علشان تبقوا عارفين ان الدار مش حفظ قرآن بس، حفظ قرآن وعلم. علم تيجي وتتعلم. طب ايه كمان عشان نشد حيلنا بقى؟ طب هيبقوا اشطر، هناخد الاوائل وهنعمل لهم الاوائل. ممكن يكون الاوائل دول 3، يكونوا 4، يكونوا 5، يكونوا 10، اتمنى يكونوا 100. هنوفر لهم اجهزة كمبيوتر نعلمهم وندربهم على العلوم الحديثة، ودي كمان خدمة مجانية. هيبقى في عندنا غرفة كاملة مزودة بأجهزة الكمبيوتر علشان نبدأ ندربكم ونعلمكم. البني آدم اللي هو متعلق قلبه بالقرآن أنا مش هسيبه، أنا معاه وأخليه أحسن واحد في الدنيا إن شاء الله بإذن الله. عايز بقى الحاجة التانية إن أنا أتوجه بالشكر للمشايخ الأفاضل والمعلمات الفضليات على الجهد اللي بذلوه خلال الفترة اللي فاتت. طبعا الأولاد اللي حضروا معانا المسابقة من قبل 4 أشهر أو 5 أشهر يعني كانوا ضعاف جدا، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. احنا شايفين نماذج، حاجة جميلة، حاجة محترمة، حاجة يعني حاجة أفخر بيها، وحاجة أبقى مبسوط بيها إن أنا هقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى، أفخر بهذا العمل وهذا الأمر. أنا بشكر الأستاذ الفاضل. طبعا لا يكتمل الأمر إلا إذا كان في إدارة بتدير العمل وبتنظمه وشايلة عبء التنظيم والترتيب والاتصال مع أولياء الأمور والاتصال مع الطلبة ومتابعتهم. فبتوجه بالشكر للأستاذ أحمد محمد أبو يوسف وبقية الفريق المشرفين والمشرفات، الأسامي هيام ونورة ويمنى ومحمد أحمد، ليهم منا كل الشكر والتقدير. وعشان كده هبدأ الأول بتكريمهم. اسمحوا لي الأول نكرم الناس اللي علموكم. توكلنا على الله. تكريم الطلبة الفائقين والطالبات الفائقات. ماشي. وإن شاء الله في البداية المشايخ والمعلمات والمشرفين على الدار. فضيلة الشيخ محمود علي عبد السلام المشرف العام على الدار. فضيلة الشيخ ثروت أحمد عبد السلام. فضيلة الشيخ محمد السيد الغريب. المعلمة مروة شوقي عبد السميع. المعلمة أماني إبراهيم محمد. المعلمة نهى نبيل السيد هنداوي. المعلمة ياسمين أحمد عبد العزيز. المعلمة أم معاذ. الأستاذ أحمد محمد يوسف.
الأستاذة هيام إبراهيم عبد الصمد. الأستاذة نورة محمد عبد الصمد. الأستاذ محمد أحمد يوسف. الحبيب علي خليل. أستاذ السيد طيب الآنسة يمنى نبيل. السيد أحمد حسيني. بدر علي خليل. بدر علي خليل. عم الحاج بدر، ربنا يبارك فيه ويديك الصحة والعافية، ربنا يبارك فيه. تمام عليك. بعد ما ياخدوا الظروف ما يمشوش عشان في ناس متفوقين لا ياخدوا الجوائز الكبيره. تمام. هنبدا بايه؟ طب ما نبدا بيهم. ايه بالجوائز؟ عادي. هدوء لو سمحت، لو سمحت. مع الدكتور محمد ياسر. هنبدا بدول الاول. الولاد فين؟ ايه؟ فين معاهم الشهادات فين؟ هل في حد ليه شهاده من دول؟ ما الشهادات متلخبطه، مش هنقول حاجه نطلع كل واحد شهاده الولاد بتاعته. نديها لهم بعد كده الشهاده؟ عادي. ده مين؟ احمد زياد. عادي الشهادات بعد كده يا دكتور عادي. طب ماشي. نبدأ توكل الله. نبدا. نعم. لما انت تيجي بقى تقف كده وتسلم الفلوس دي وكده. إن شاء الله هنبدأ بالطلبة المتفوقين. أحمد زين زيادة. احنا عايزين نوسع طرقة في النص يا اخوانا، نعمل فاصل بين البنات والأولاد. يوسف حمدي. يوسف حمدي. بسرعة. طيب كريم أحمد محمد. كريم أحمد محمد. هو هيصور كل حاجه بقى. حابين جاي لسه في واحد معايا. ماشي اتفضل. ربنا يبارك لك فيهم. ما يمشيش مش خليه يمشي. اللي خد الجائزة ما يمشيش. ما يمشيش، محدش يمشي. محدش يمشي من اللي خد الجوائز. لسه في شهادات تقدير. لا لسه في شهادات تقدير تانية. عمر أحمد محمد. عمر أحمد محمد. أمير محمد محمود. أمير محمد محمود. احمد ثروت. أحمد ثروت. أمير. أمير احمد ثروت عبد السلام. أحمد ثروت عبد السلام.
ثروت محمود. ثروت محمود. بسام عبد الرحمن. بسام عبد الرحيم. حمدي محمد أحمد. حمدي محمد أحمد. حمدي محمد حمدي. محمد أحمد علي. محمد أحمد علي. محمد أحمد علي. محمد محمود ثروت. محمد محمود ثروت اللي خد الجايزة ما يتحركش عشان لسه في هدايا تانية. تكريم الطالبات رماس عماد. رماس عماد. أميرة محمود. أميرة محمود. أميرة محمود. نورهان صلاح. نورهان صلاح. أروى عبد الهادي. أروى عبد الهادي. هدى محمود. هدى محمود. مريم إبراهيم. مريم إبراهيم. طب يلا نادي دول بقى. دول بس دول الاوائل على المجموعات في دلوقتي واخيرا الاوائل الاولى من كل مجموعه ان شاء الله. كل واحده اولى من كل مجموعه. ماشي. هيتم تكريم الاولى من كل مجموعه، دول الاوائل على المجموعات. حبيبه طلعت. حبيبه طلعت. حبيبه ابراهيم. ندى محمد. ندى محمد. تعال. دي جوائز نقديه للكل ان شاء الله. بعد كده هنوزع الجوائز اللي فاضله، ودي جوائز نقديه لكل المشتركين في الدار. كل المشتركين في الدار من دخل المسابقه ان شاء الله. هقول معليك اتفضل الظروف وانا هنادي لك من هنا. هنادي لك من هنا. ده الشيخ صالح. ده النجمه بتاع الشيخ صالح. يا دكتور انا هديك الاسم، هطلع لك الاسم. سيف عماد حمد. حمدي محمد حمد. محمد محمود ثروت.
ثروت محمود ثروت. أمير محمد محمود. محمد أحمد السيد. عمر محمد أحمد هنداوي. أحمد محمد السيد عبد القادر. محمد أحمد السيد فين؟ تعال ارجع ورا كده شوية، ارجع ورا شوية، ارجعوا خدوا عليك يا محمد. يلا كله يقعد، كله يقعد، كله يقعد. بصوا يا جماعة، اللي خد ظرف دلوقتي من ده يتوكل على الله. بكره ان شاء الله، وان شاء الله الدار شغاله بكره، الطلبه تيجي بكره عشان نسلم شهادات التقدير بكره في ميعادنا الساعه 1، اولاد وبنات. تمام. وده النموذج بتاع شهاده التقدير اللي هتتسلم للطلبه بكره ان شاء الله، فمفيش حد يتاخر بكره الساعه 1. اللي استلم الظرف يلا يتوكل على الله عشان نخف العمل كده ونعرف نشتغل. اخر واحد مين؟ احمد محمد السيد. السلام. احمد اشرف محمد يوسف. سراج عماد حمدي. محمد احمد محمد ابراهيم. ابراهيم محمد ابراهيم. ياسين احمد مصطفى. هات واحده تانية يا محمد. ابراهيم. ماشي ماشي. هات بس واحده، خلينا شغال. النحرك اللي نحرك. يلا ارجعوا ورا كده يا ولاد. بالترتيب صح؟ بالترتيب. احمد ثروت احمد عبد السلام. طب ارجعوا ورا يا ولاد، انا مش هنادي كده. ها سيطرت ده هؤلاء الامور بتهزر معاهم. يا عم ارجعوا ورا شويه عشان نعرف نشتغل، واللي خد الظرف يلا يروح عشان الافطار. قول يا ريت المعلمات والمشرفات يساعدونا في التنظيم يا جماعه. لا ويا عم قول لنا المشرفين يا ولاد، المشرفين استاذه هيام والاستاذه نوره والاستاذه يمنى، بعد اذنكم البنات دي الاولاد. استاذ محمود السيد ما تقعد الاولاد دول معلش. ها ايوه انا عارف، بس مصطفى عشان هتكلم انا فيه. اقعد يا مصطفى دلوقتي. احنا قلنا احمد ثروت. مين اللي عندي؟ بسام عبد الرحيم محمود. يلا يا بسام فين؟ ابراهيم اشرف احمد. يلا على طول، انا جايبهم يعملوا لخبطه هنا. قلت لهم مجموعه الشيخ لازم يجوا لك على طول. يلا يا عم احمد. احمد زين زياده. حسن حسام حسن. محمد محمود. محمد محمود محمد. محمود السيد عبد الله. علي محمد سليمان. محمد صلاح سالم. محمد عمر محمد مصطفى. خليك انت مركز في الاسماء عشان لو في اسم مكرر او يلا يا عم زيح او مثلا عيل في اسم مكرر ويجي مكتوب. خليك انت. لا انت اخر حاجه مين يا محمد؟ ياسين. ياسين محمد العربي. شادي عابد مطاوع.
إلهام محمد مطاوع. أحمد كرم مطاوع. أدهم كرم مطاوع. خش مين دي؟ ها؟ لا لسه دول لسه الولاد دول. يا ولاد اهدوا، يا ولاد اهدوا. لا تقولي هنصفهم لك، احنا معانا الاسماء ايه اللي هم بالاحمر ده هم معانا كل حاجه. مين هيسلم على مين هيسلم؟ دول اولاد صغيرين. كمل طيب الاولاد. اكملهم؟ كملهم. انا دي كنت اسلم. خد يوسف علي محمد. احمد ماهر زياده. احمد فيصل سليم. محمد عادل صبري. يوسف محمد السيد. يوسف حمد شبيب. مصطفى سليمان سالم. محمد احمد علي خليل. يلا وبعدين عيب بالراحه. احمد ابراهيم مجدي. احمد ابراهيم مجدي. احمد ناصر علي. فين احمد ناصر؟ يجي اهو. ياسين محمد السيد. فين ياسين؟ فين ياسين محمد السيد؟ اهو. فين ده؟ انت ياسين ايه؟ طب اقعد يا بابا انت. خد هات التاني. ادي محمد بدر الورقه. طب اقعد يا بابا دلوقتي، يلا اقعد يا عسل دلوقتي. محمد محجوب. ياسر فيصل سالم. عواد سليم سلامة. اللي خد الظرف بتاعه روح ويجي بكره الساعة 1. انت روح دلوقتي. انت اخرك مين؟ عواد سليم سلامة. ادم محمود حمدي. ادم محمود حمدي. هاني هشام سليم سلامة. فارس سلامة شبيب. نسمة فيصل سليم. حبيبة هشام سليم. دي نسمة. فين حبيبة؟ لا حبيبة. حبيبة هشام فين؟ احمد عيد فين؟ احمد عيد شبيب. ايه ده يا اخي بقى عندكم تهزر كل دقيقه. انت اخرك مين يا عم؟ عيلة ابو شبيب بقى كم؟ يوسف محمد شبيب. يلا. عواد محمد شبيب. سالم صلاح سالم. ابو الخير سليمان سلامه. ابو الخير. جنات محمد مطاوع. جنات. فين جنات؟ سلمى عابد مطاوع. وردة ابراهيم سالم. ناجل لكم. جنات محمد مطاوع. سلمى وردة ابراهيم سالم. فين سلمى عابد؟ انتي؟ يلا. حتى اسماء البنات ادي ظروفها لباشمهندس اسلام وحط الكشف. حط الكشف عشان ده حبيبه طلعت اهي. حبيبه طلعت الدمرداش. حبيبه طلعت الدمرداش. بسرعه يا بنات افتحوا لها سكه كده. افتحوا سكه من هنا. افتحوا سكه من هنا يا بابا.
أروى عبد الهادي، هدى محمود أحمد، جنى مصطفى إبراهيم. أنت نظم هنا يا باشمهندس اسلام. قلنا أميرة محمود أحمد، مريم إبراهيم علي، منى علي عبد المنعم. ايوه دي مش لهم دعوه بحاجه تانية. رحمه احمد محمد، دي حاجه تانية، دي اللي حضروا الامتحانات كلهم. رحمه عاشور الدمرداش، نورة عماد الدمرداش، مريم ماهر زياده، سما محمد، بسمة فرج زيادة، هاجر إبراهيم علي، سهيلة إسماعيل زيادة، سما محمد، ماشي عادي. فين؟ سما اخرت. لا انا اديت بتاع سما. انت اسمك ايه؟ طب انت اسمك ايش استاذ اهل السجن؟ وانت سهيلة؟ اسمها مش مكتوب؟ مش لو ظرف كده صح؟ اسمه مكتوب. طب انا ايه؟ لا انت جاي في ورقه ثانيه في ورقه ثانيه. انت جاي مكرر. سما ماشي عارفينها دي. طيب ماشي ما في اسئله يا اولاد مش نرد على الناس هنعمل ايه؟ دي السيبه خلاص انا عارفها هنا من العلم. ماشي لو مش لاقيين هنا مش مكرر في كشف تاني هنتصرف ونعملها. خدت بالي تقريبا ان انا اللي هي سما. لا خلاص بس ما فرق خلاص. انت اخرك مين؟ نرمين. نرمين؟ عندنا نرمين وشمس ومفيش سهيله؟ وشهندة وشمس برضه نورهان. شمس نرمين؟ نرمين زين زياد، نرمين زين زياد، وشمس احمد علي. لا يا اخي عشان مش يحصل لخبطه بس. شهندة محمود احمد، شمس السيد وهدان، نورهان احمد عطيه. فين شمس السيد وهدان؟ تعالي نورهان يلا. هات ورقه ثانيه يا محمد. فين نورهان احمد؟ نورهانيه. هات يا محمد ورقه ثانيه. ادي الفاضل دي لمحمد. ادي الكشف الفاضل لمحمد. ماشي. لارا محمد السيد، لارا محمد السيد الغريزي. فاطمة أحمد محمد، حبيبة إبراهيم عبد النبي، نورهان أحمد، منى محمد عبد الفتاح، رهف سعيد رمضان، نورة محمد حمد، حنين محمد محمد. ها؟ نورهان احمد. طب خدت مرتين اسم مكرر. اسم مكرر؟ اركن. اتفضل جبتك يا باشمهندس. نورهان احمد. ماشي. رهف سعيد. اخرك مين؟ سارة محمد. تعالي يا سارة يلا. ظهور صلاح فؤاد، هنا ياسر، منى محمود عبد الحميد، منى اشرف محمد، ريناد عبد الهادي، رماس عماد حمدي، جنى عبد المنعم، ملك فريد. مش لاقي اسمك اعمل لك ايه؟ مين؟ اسماء السيد، ايمان صلاح، ريتال محمد ابراهيم،
رويدة محمد. سحر محمود محمد. أروى محمود محمد. ملك سعيد السيد. رشا محمد حمد. هاجر عبد الرحمن. جنى محمود محمد. أمل ناصر علي. رفان طارق. رفان طارق. روى محمد زياد. ريناد عادل ابراهيم. سارة محمد عطية. شيرين صالح سالم. منا علي. يا اولاد انتوا بتهزروا يا اولاد، يعني الوقت دي وقت هزار يا عماد، ما تهزرش يا عماد ابو حمدي. عماد لو سمحت يا استاذ عماد. ريناد عادل ابراهيم ومنا علي عبد المنعم. فين تعالوا يلا. طيب ماشي، اللي هو مش غياب او مكرر خليهم بالنسبه كده. مين دي ريناد؟ منا دي منا. حط ريناد على ده. حط ريناد على ده. هاتوا يلا. يا ولاد دقيقة واحدة يا ولاد لو كل واحد قال لي أحمد أو محمد مش هنخلص. ما ترجعوا ورا وراجعوا العيال ورا، ساعدونا. أنا كده خلاص، ساعدونا وإحنا هنخلص. العيال مش عارفة تخش لنا منها. أسينات عادل إبراهيم. أسينات عادل. نهى محمد أحمد. ندى محمد أحمد. تعالى يا سينات بسرعة. يلا يا سينات. بعد مين؟ ندى محمد أحمد. نورهان صلاح سالم. منى أحمد عبد الله. منى أحمد عبد الله. آية عماد حمدي. أوبا خش. آيات زين زيادة. تقى محمد زيادة. سما عبد الرحمن السيد. سجا أحمد عبد اللطيف. عبير عيد شبيب. يا جماعة اللي خد الظرف خلاص مش عادي لك لازم تقعد، يلا عشان تلحقوا الافطار. أي واحدة خدت الظرف توكل على الله. آخرك مين؟ ارحم أم. سجا محمد عبد اللطيف. سجا محمد ولا لا. سجا احمد؟ لا هي دي اولك مين يا كبير؟ اولك مين؟ حبيب. شيماء حازم حامد. وشروق حازم حامد. منى محمد احمد. جنى هاني مجدي. جنى فريد علي. جنى هاني مجدي. جنى فريد. ايسن هاني السيد. في ايسن هاني السيد كانت قاعده هنا كده. شوفها يا ابراهيم، بنت صغيره، بنت هاني، ما تشوفوها ولا
قيس الهاني السيد. طب شوفوه. امال فوزي عطيه. امال فوزي عطيه. رتيل محمد ابراهيم. سارة صبيح. سارة صبيح. سارة صبيح ما جاتش النهارده. امها هنا. تعال يا معاذ تعال. النادي اهو. ما جاتش ليه ساره؟ لازم اعقلها دول. ساجي محمد ابراهيم. ساجي محمد ابراهيم. ياسين السيد. ياسمين السيد محمد. اروى شعبان حامد. لميس محمود منصور. ما تقعدوا اللي عندي يا ولاد على طول. ايه ما هو واقفين اهو. انا قادر اناديهم في لحظه. ابراهيم احمد علي. احمد سعيد السيد. محمد حمدته. احمد عبد المعطي حمدته. محمد مصطفى ابراهيم. ابراهيم عبد الرحمن احمد ثروت. السيد احمد محمد. اهو شفت اهو عمل كركبه اهو. هو المشكله في المايك. نادي يا احمد. احمد يا عم ارجع ورا. المشكله في شباب الحزب. هم مسمينا ايه؟ ادي يا عم المشكله. ما تقعد انت هو. ما الجو اللي عندي ايش؟ لو سمحتوا يا ولاد اقعدوا يا ولاد. مش هننادي لما تقعدوا. مش هتروحوا لما تقعدوا. اقول تاني. عبد الرحمن احمد ثروت. السيد احمد محمد السيد. سعيد محمود احمد. محمد اشرف محمد. محمد اشرف. ابراهيم احمد حمدته. محمد محمود احمد. محمود هاني السيد. امه خلاتها خلاص. خلاتها محمود هاني. عمر السيد محمد. احمد محمد السيد. باسم محمد عبد الحميد. عبد الوهاب محمد. كمال زغلول. كمال زغلول. اياد السيد محمد. عمر احمد مصطفى. اخرج مين؟ لا نادين. عمر احمد مصطفى. زياد محمد صالح. زياد محمد صالح. سقفه لزياد. احمد محمد عبد اللطيف. زياد عبد الله السيد. ابراهيم عبد الله السيد. هات يا محمد. هات يا محمد. طلع يا عم احمد انجز. هات يا محمد. اصبر والله. هاتش فيا يا عم. يلا اسمك ايه؟ زياد عبد الله. امسك حبيبي. فين ابراهيم؟ ابراهيم فين؟ بس ده كده عم ابراهيم عبد الله السيد. يلا يا شباب اللي خد الظروف الاخيره دي عاوز يمشي يمشي. ايه؟ هات يا محمد. هات نادي عليهم تاني. بقى نادي على سند الثاني. عبد الرحمن احمد ثروت. عبد الرحمن احمد ثروت. احمد محمد السيد. ده مين؟ احمد محمد السيد. عبد الوهاب محمد. يلا عبد الوهاب محمد.
اياد السيد محمد. عمر محمود. فين عمر محمود؟ ابراهيم عبد المنعم رياض. فين ابراهيم عبد المنعم رياض؟ كل ده عبد الرحمن احمد ثروت. بس خلاص يلا. لا لسه بقى. اي ظرف قديم بس عمك السيد يرضي باي حاجه هيبقى مكسور. عم السيد. مين؟ في مين دي يا شيخ؟ لا، دي ظروف محسوب علينا. ايس الهاني. فين ايس اللي انت عارفها يا محمد نادين؟ يا عم هات انت عايز عندنا في امك خاطر. بس خليه. فين ايس الاولاد؟ ايس فين؟ اسيل. اسيل. ايوه. فين هي؟ ساجة محمد ابراهيم. طب بنت استاذ محمد ابراهيم. بص انا هسلمك الاظرف. ماشي. ما سلمهمش. ماشي. ساجة محمد ابراهيم فين؟ خلاص اسال عليه. اقلب على الصفحه اللي بعد. حد كشف الاسماء عشان محمد بدري يقعد اهو. انت اللي هتسلم دول 20. خلاص خلصنا. لا الاستاذ اسلام يسلمهم بالمره. ال20 سلم. ياسين اصلا احنا اللي عملناها بكده. ارجع ورا يا حبيبي كده. ارجع ورا يا حبيبي كده. ارجع ورا عشان هنوزع ظروفها تانية وكل ايدكم اسمكم مكتوب. بس ارجع ورا. كله هياخد. اقعد يا حبيبي بدر بعد اذنك. خد الظروف دي من باشمهندس اسلام. ايوه خد. يلا ارجع ورا. رجع الناس دي ورا. احمد محمود ارجع ورا يا كريم. ارجع ورا يلا خلاص قربنا نخلص. ارجع ورا يا بنات. مش هنادي اسماء لما تقعدوا. اقعدوا. مش اداني تاني عشان نخلص. سند محمد شمس سعيد ربيع. اي حاجه. حنين اسلام حمدي. مكة اسلام حمدي. وجدان عبد السيد. زينب احمد صلاح. سما عبد الرحمن. منة الله محمد احمد. لينا رمضان. رؤى رمضان. شيماء ادهم. اسماء محمد. لحظة ثواني يا عم أحمد. في طالبة اسمها سما محمد. اتنادي عليها واحدة خدت جايزة. هي اسمها محمد يوسف. يعني لو بدنا نكمل كل حاجه ومش هنقدر العد. ماشي. عدي يا محمد مبارك كاشف تاني. يلا يا مدير. غدا هاني ابراهيم. دنيا بركات صبري. تقوى وحيد السيد. ملك عبد السيد. رضينا سعيد ربيع. لا انت خايف عليه. نورهان محمود منصور. مين اسمك ايه؟ ملك عبد السيد. ماشي. اسمك ايه؟ ها؟ نورهان محمود منصور. هيا اما بدل ما تقول لي يا احمد رجعوهم انتوا. احمد اللي رجعهم هو من هادي.
يا جماعة اللي خد يمشي، هو الظرف وخلاص، اللي خد يمشي، نيجي بكرة الساعة 1. أعمل إيه؟ نجلاء علاء غريب، نورهان صلاح سالم، صلاح سالم عشان نشغل صلاح سالم دي خليك تفتكرها. إيمان سليم سلامة، رنا السيد عبد العزيز، حبيبة محمد علي، مروة محمد منصور، نورهان صلاح سالم، نورهان صلاح. استنى 10 استنى 10 ماشي يلا. لا لا مش بنسأل، اقول لحد فين؟ حبيبي محمد علي يلا بعدين. مروة محمد منصور، ردينا محمد منصور، بسنت سعيد عبد النبي، منى محمد علي، سارة محمد أحمد، بسملة محمود ثروت، نورة محمود منصور. هات كشف تاني يا عم، حط في ايدك وحط كشف تاني. ايه يا عم السيد؟ اعمل ايه يا عم السيد؟ اعمل ايه يعني وانا ماسك الميكروفون بس؟ اسمك ايه؟ هو اسمه ايه؟ لا السيد ايه؟ السابو علي. اعمل ايه؟ اديني اللي بعمل. عم احمد بس انت كده ومشي. عم احمد بس انت كده عم احمد. ايه بس انت كده ومشي. هي كده. هات الورق اللي معاك يا عم. بسنت عندك؟ طب اديها بتاع بسنت. خدي بسنت اهو. بسنت. نورة محمود منصور ناديت عليه. نورة محمود منصور يا عم احمد ناديت عليه. فين؟ في الكشف نور. هات يا محمد شوف نورة. نورة محمود منصور. نورة محمود منصور. طب مش بتيجي على طول ليه؟ ما جيت طب مش بتيجي على طول ليه؟ لما توسع شوية كده عشان الناس تعرف تجينا يا اولاد. بترجعوا شوية ورا. دي الكشف اللي لسه بخلصه دلوقتي ولسه بدي ابدا في ده. هم جايين بتاخير. حبيبه طلعت الدمرداش. اروى عبد الهادي، هدى محمود احمد. لا 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 اسماء بسمله وحيد السيد. لا خلاص خلاص لا 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 خلاص ناديتها غلط. ناديتها غلط. مش انت حبيبه؟ ناديت غلط في الاسماء اللي واخده. الاسماء اللي واخده قبل كده اللي هم متعلم عليها ناديت غلط. بس بسمله وحيد. انت اسمك ايه؟ رضا علي السيد. ولاء محمد سليمان. ولاء. دعاء ابراهيم عبد الله. اللي خد الظرف بتاعه روح. ما انا اديت اسمك. نورهان ناصر علي. مي جمال. هيام علي عبد الرحمن. اسراء عصام احمد. علياء عاطف. استنى اسمك ايه؟ هيام علي عبد الرحمن. هيدي عبد الرحمن. قاعدوا وسدنا بالله وكش فيهم والله كش فيهم. اضرب يا باشا. اسراء عصام. اتفضل. اسمك ايه؟ علياء عاطف. ايوه. امل رمضان محمد.
هايدي محمود حمدي. اللي سمع اسمه بس. ايوه انا بجيب لكم الاحمر كله. ايوه انا لسه في كتير. يا جماعة بعد إذنكم بعد إذنكم يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب ويا بنات، احنا اللي هيسمع اسمه بس هو اللي هيجي، ماشي؟ اللي هيسمع اسمه بس هو اللي هيجي، تمام؟ فحقكم علينا يعني. يعني الموضوع مش معايا. مش معايا والله. نهلة سلامة شبيب. عابد محمد مطاوع. عابد يوسف عابد مطاوع. ما ترجعوا العيال دي ورا يا محمد ابراهيم. ارجع ورا يا ابني. اللي مش هيرجع مش هديله حاجه. يلا يلا. اسمك ايه؟ اخر حاجه مين؟ يوسف عبد مطاوع. اجا حبيبه مبروك مطاوع. حبيبه مبروك مطاوع. فرحه هشام سليم سلامه. واحد بيقول لي يلا ورا بعض وواحد بيقول اسم اعمل ايه اني؟ يلا يا عم كمل اهو. شفت؟ بس يعني بس لا ماشي 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 ماشي. فرحة هشام سليم. محمد مبروك مطاوع. كمان يكون بس ده كمان كده اهو. واحد يقول اجلي ما تصبر بقى. نورة يوسف سليم. نورة يوسف سليم. فارس يوسف سليم. حسين صلاح سالم. اسلام عبد الله سالم. محمد ابراهيم سالم. خلاص. رنا محمد سليم. هنا محمد سليم. ندى فيصل. ماشي. الاستلام يمشي يا ولاد. يلا يلا الاستلام يمشي. سالم فيصل سالم. اسيل هشام محمد عبد العال. آية هشام محمد عبد العال. سالم كمال شبيب. ياسمين سلامة سالم. لسه. منى سلامة سالم. ما هو خالد محمد ابراهيم. واسيل محمد هشام عبد العال. طب ارجع ورا كده. ارجع ورا ارجع ورا. ندى فيصل. سالم فيصل. هي فيصل. ندى فيصل. أسيل موجودة. أسيل هشام. ويا هشام. ماشي. ها أقول تاني. سالم كامل شبيب. ياسمين سلامة سالم. طيب خدت. منى سلامة سالم. طيب رماس محمد ابراهيم. خالد محمد ابراهيم. ايوه يا احمد. يا عم ايه ده يا عم؟ احمد رضا اسماعيل. هم اللي عارفينه. هم اللي عارفينه. سالم سلامة سالم. بالراحة يا محمد.
يا ابني ارجع ورا يا ابني، غلط كده. استنى بس لحظه. انا ارجع ما ترجع يا محمد. اديهم مش مهندس جنب ولا اديهم ارجع. كمان اديها لك قبل ما اي واحد هيتحرك من مكانه او هيقوم او هيتحرك مش هنديله حاجه. اللي عاوز ياخد فلوس يقعد، اللي عاوز ياخد فلوس يقعد. اي واحد هلاقيه واقف مش هياخد فلوس. اللي عاوز ياخد فلوس يقعد ورا. يلا اي حد عاوز فلوس يقعد ورا. اللي هيقف مش هياخد فلوس. بعد يا محمد ورا يلا. بس ركز ها. اسمه ايه؟ اياد نبيل محمد. يا ابني اقعد طيب، انا اديلك اقعد طيب. محمود سامد دمرداش، معاذ سامد دمرداش، مصطفى محمد حامد، عبد الرحمن احمد عطيه، احمد محمد سمير، محمد ياسر سعيد، عواد محمد شبيب. عواد فين؟ عواد فين؟ عواد محمد شبيب. احمد سعيد احمد. عمر محمود محمد. هات ورقه، هات ورقه يلا. جنى سليمان محمد. جنى كامل سالم. مريم محمد السيد. رحمة مبروك. شبيب عبد الله سليمان. شبيب. هيثم ياسر سعيد. احمد محمد سعيد. محمد عبد الله ابراهيم. محمود عبد المحسن سلامة. باسم سلامة متولي. عبد الفتاح عبد الرحمن. محمد أحمد محمد عبد العزيز. أحمد محمد عبد العزيز. محمد رضا محمد عوض. محمد عبد الرحمن سليمان. محمد وليد أحمد. فيروز وليد أحمد. عبد الحميد محمد مطاوع. مازن عبد الله سليمان. سالم إبراهيم سالم. عبد الرحمن محمد مطاوع. أدهم هشام سليم سلامة. علي سلامة شبيب. أدهم هشام سليم سلامة. علي سلامة شبيب. سمير محمد سمير عبد العال. خش. أحمد عبد السيد. علي أحمد عبد الله. عبدو جمعة سمير. عبدو جمعة سمير.